بانكوك هي أكتر مدينة سياحية اتزارت في العالم في 2024، وعشان ثقافتها الغنية والاختلاف والتنوع اللي فيها كانت فرصة حلوة قوي لينا إن احنا نجرب حاجات كتير مختلفة. لكن لو هنتكلم بقى عن المعابد البوذية، هل دي حاجة تستحق إن احنا نزورها؟ يا لهوي. تعالوا نشوف. ركبنا المواصلات وبدأنا نتحرك لاتنين من أشهر المعابد في بانكوك. You want go this way, no problem. Walking about 100 meters. Okay, but this Okay. is the main entrance? Same. Same? وصلنا. وصلنا معبد واتفو، وده واحد من أقدم المعابد في تايلاند. المعابد هي أماكن سياحية بيزورها السياح زينا كده، بس هي في الأصل أماكن عبادة بيعيش فيها الرهبان وياكلوا ويشربوا ويتعلموا أو يعملوا مديتيشن أو التمارين التانية اللي هم بيعملوها. المفروض ان ده المعبد اللي فيه الريكلايننج بوذا، اللي هو تمثال بوذا اللي نايم. فاحنا عمالين بندور عليه دلوقتي ومش لاقيينه. دلوقتي سمك هتضرب جرس ولا حاجة. المفروض ان هو ورانا هنا. المفروض لسه. ده من اكبر تماثيل بوذا اللي موجوده في تايلاند. يا لهوي. بس قبل ما نتكلم عن التمثال ده، الحاجة اللي فاجأتنا لما جينا ندور هم ليه بيعملوا كده إن هم طلع إن البوذيين مش بيعبدوا بوذا أصلا، وإن هم بيعتبروه مجرد معلم وصل لمرحلة عالية قوي، فبالتالي بيعملوا ده كنوع من الاحترام ليه بس. بيقول لك ده كده طبعا غير ان هم بيشوفوا ان الكوينز دي بتجلب الحظ، بس الفلوس دي برضو بتروح للرهبان لان هم بيعيشوا عن طريق ده. حتى في ناس بتخش ان ده كأنها مدرسة كده يقعدوا فيها فترة قصيرة ويطلعوا تاني، فبتبقى هي دي الفلوس اللي بيصرفوا منها. دي بياخدوها حاجه بيشتروها ويحطوها. المفروض ده رجل التمثال بتاع بوذا. هو بيقولوا ان الحاجات اللي مرسومه على رجليه دي تطوره ورحلته خلال حياته. لا. احنا ليه ما نعملش بيتنا كده؟ احنا ماشيين في معبد وبوذا والراجل 45 متر، بس انا بتفكر في ورق الحائط. شكله حلو جدا. احنا كده خلصنا التمبل بتاع اسمه ايه؟ واتفو. ودلوقتي رايحين وات ارون. المفروض ان في معديه كده هنعديها الاول وبعدين نروح هناك. في ظل هذه الاجواء الحاره جدا جدا جدا. حاجه تعملنا ريفرش. دي كده الفيري. قبل ما نخش على المكان التاني، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الشانل. عندنا ميه. حلو. هاو سويت. التيكت عامله ازاي؟ ايه ده؟ دي مش تيكت، دي فلوس. بس لان انا كل عمله بيبقى مرسوم عليها حاجه غير الثانيه. نفس العمله دي كده. 1 و2 جنيه مصري. كل لما بنيجي نخش معبد نخلي حد فينا هو اللي يقرا تفاصيل المعبد، وهو اللي كأنه بيشرح للتاني يعني. اوه بص تفاصيله. هنا عشان المكان شكله حلو وتاريخي وكده فبيصوروا فيه فوتو سيشنز.
انا موضوع تفاصيل الحيطان دي، تعرف الحيطه دي مجننه ورق الحائط. حلوه قوي. اوه شكلهم حلو قوي. اوكي. المعابد من حلاوة شكلها وكم التفاصيل والألوان اللي فيها كل ما نروح حتة نلاقي حد بيعمل فوتو سيشن. بس بقى ده طبعا لو احنا مسافرين بس عشان نستجم ممكن تبقى زيارة المعبد دي ما تضيفلناش حاجة، بس في الحقيقة احنا مسافرين عشان نستكشف ونتعلم ونطور أفكارنا. ومن الحاجات الحلوة قوي اللي احنا أدركناها قد ايه البشر بيتواصلوا عن طريق الفن والقصص اللي هي بتكثف ممكن خبرات عدت على مدار السنين وبتقدر تحكيها في صورة أو رسمة. طيب احنا وصلنا لأهم جزء في المعبد بتاع وات أرون. نلف كده 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 كده. واو. الجزء ده من المعبد هو عبارة عن حاجة شبه الأربع جبال كده موجودة على 4 حروف، وفي النص جبل كأنه جبل كبير جدا. هم عند البوذيين بيعتبروا ان كأن الجبل ده هو المركز بتاع العالم، وحاجة بترمز للانلايتمنت او التنوير، ان هو عملية صعود الجبل ان انت كده بيحصل لك تنوير بيرمزوا لها بيها. الحاجات الغريبة اللي شفناها ان هو في رموز هندوسية في المعبد، فعرفنا ان هو المعبد اصلا كلمة وات أرون دي، أرون ده اسم اله من اله الهندوس، بس هو في تقاطع كبير ما بين الديانتين في الافكار بتاعتهم. يعني نفس فكرة الجبل اللي في النص ده هي موجودة عند الهندوس بنفس الطريقة. ده بس عشان نوريكم ان الاسيويين ناس كيوت قوي بيطلعوا رياكشنات شبه اللي احنا بنشوفها في الافلام. بس وكده خلصنا، بس فاضل حاجة واحدة بس، ان كل ما الدنيا بتليل وقت الغروب المعبد بيبقى شكله حلو جدا من بره، فاحنا فضلنا قاعدين بره مع بعض نستمتع بالمنظر والجو الجميل ده.